السلام عليكم، اهلا بيكم. انا مروه طارق وانتوا بتتفرجوا على قناه موري كروشيه. تفتكروا ايه اللي بيخلينا نبدأ مشروع الكروشيه بتاعنا واحنا عندنا حماس وطاقة عالية، مبسوطين ان احنا اتعلمنا وعرفنا نشتغل ونمسك ابرة ونبتدي ننتج، ويبتدي يبقى عندنا احلام وطموحات ان احنا نعمل مشروع وينجح، ونيجي فجأة في النص كده نحس بالاحباط ونحس ان احنا مش قادرين نكمل وان المشروع ده ما ينفعش، وابتدي افكر على حاجة جديدة. اول حاجة بتخلينا نفكر كده هي التوقعات، الاكسبكتيشنز، ان انا يبقى عندي توقعات للمشروع اللي انا داخله عليه ده، ان هو هينجح، ان هو من اول شهر هيحقق مبيعات عالية، ان الناس هتعرفني بسرعة، ان انا هعمل حاجات منتجات قوية جدا وهتعرف بسرعة وهتميز بمنتجي عشان انا بعمل منتجات مميزة، وابتدي احط توقعات للنجاح ده او لشكل الرحلة اللي جاية قدام، وانا لسه مش عارفة ايه التحديات اللي هتقابلني، ايه المصاعب اللي هتواجهني، يا ترى انا فعلا هعرف اوصل للعملاء بتوعي ولا مش هعرف، يا ترى ايه الخطة اللي انا المفروض اعملها علشان ابني فعلا براند ناجح. ببقى داخله وما عنديش اي وضوح للخطه او اي وضوح للرحله اللي انا داخله عليها، مفيش رؤيه واضحه، وده اللي بيسبب احباط. وده يعتبر اول سبب يخلينا فعلا نوصل للاحباط، هو ان انا بحط توقعات عاليه جدا، ولما باجي انزل على ارض الواقع وابتدي مشروعي بلاقي الحاجات دي كلها مش موجوده، وطبعا ده اكيد هيسبب لك احباط وهيخليكي مش قادره تكملي. تاني حاجة تحسسك بالاحباط وتخليكي مش قادرة تكملي فعلا هي ان انتي مش قادرة تحترمي الخطوات بتاعتك. respect your rate، دايما تحطي في دماغك كده ان انتي تحترمي خطواتك، تحترمي الخطوات اللي انتي واخداها في مشروعك، تقدري جدا المجهود اللي انتي بتعمليه، وان انتي فعلا بتواجهي صعوبات وبرغم كده انتي قادرة تتحدي نفسك وتكملي. مشكلة دايما هنا ان احنا بنبص للناس اللي نجحت، بنبص للبراندات اللي اتعرفت، بنبص للناس اللي بقى عندها فولورز كتير، بنبص للناس اللي عملت منتجات ونجحت واتعرفت بيها، واجي اقارن نفسي بيهم بلاقي نفسي ان انا لسه ما عملتش حاجه، انا لسه خطواتي قليله قوي، انا لسه ما حدش عرفني، انا لسه عدد الفولورز بتوعي قليلين، فابتدي يجيلي احباط. لازم تبصي من وجهة نظر تانية، وهي ان تحدياتك غير تحديات البراند التاني، غير تحديات الشخص الاخر. انت ممكن يكون بيواجهك مشكلة في الوقت، في المسؤوليات الكتير اللي عندك، في وجود مثلا اطفال لسه صغيرين محتاجينك، غيرك عنده وقت فراغ يقدر يعمل الحاجات اللي انت بتعمليها ويزود عليها كمان، والوقت قدامه متاح. ممكن يكون بيواجهك مشكلة مادية، ان انت مش قادرة ان انت تبتدي براس مال كبير وتعملي مثلا منتجات كتير، او تعملي اعلانات، او تعملي هدايا لبلوجرز مثلا، ولكن غيرك يقدر يعمل كده ومعاه الامكانية المادية اللي يقدر يبدأ بيها. ممكن مثلا انتي حواليكي ناس كتير محبطة وبتقلل من امكانياتك وبتقلل من المشروع اللي انتي بتعمليه، ودايما عامله عليكي حمل كده ولود ان انتي مش هتكملي وان انتي مش هتنجحي، وده طبعا بيأثر عليكي وبيخليكي ان انتي بتحاولي وتعافري تقومي وتكملي، ولكن الموضوع بيبقى صعب جدا. ولكن غيرك في ناس بتشجعه وبتقومه وبتقوله انت احسن، انت بتعمل حاجة حلوة قوي، احنا وراك وفي ظهرك. فدايما تحدياتنا مختلفة، ظروفنا مختلفة، عشان كده ما ينفعش اقارن نفسي بحد، ما ينفعش اقارن نفسي او مشروعي بمشروع غيري. انا اقارن في مثلا انا كنت ايه النهارده وبعد كده هبقى عامله ازاي، او انا كنت ايه امبارح والنهارده بقيت عامله ازاي. دي المقارنه اللي انا المفروض اقارنها، اقارن تطوري النهارده، انا تطوري واصل لفين، وامبارح انا عامله ايه، انا امبارح كنت بشغلي عامل ازاي، يعني امبارح ده اللي هو من سنه مثلا او من كام شهر، من 6 شهور كان شغلي عامل ازاي، دلوقتي انا شغلي عامل ازاي. النهارده انا عامله البراند بتاعي، كان في الاول مفيش حد بيتابعني ومفيش حد عارفني، النهارده مثلا كام حد عارفني. دي المقارنه الصحيه اللي انا المفروض اقارن نفسي بيها، مش ان انا اقارن نفسي بغيري او ببراندات تانية او بمشاريع تانية. مهم جدا ان انا احترم تطوري،
احترم خطواتي، احترم النمو بتاعي، ما بقاش دايما عمالة اقلل من نفسي واجلد نفسي ان انا مش ناجحة، ان انا موصلتش لحاجة، ان الناس التانية احسن مني، ان البراندات التانية احسن مني، ان في ناس نجحت وانا لسه ما نجحتش، او في ناس اتعرفت وانا لسه ما اتعرفتش. ما تبصيش على اللي حواليكي. دي مشكلة من ضمن مشاكل السوشيال ميديا، وهي ان احنا طول الوقت بنبص على عالم حوالينا، طول الوقت شايفين ناس كتير حوالينا، فابتدي يحصل مقارنات داخلية حتى لو انتي مش مدركة لده، ولكن جواكي بيحصل مقارنات. بتشوفي نفسك دايما اقل من الناس اللي قدامك، ومن الناس اللي بتعرض شغلها، ومن البراندات اللي نجحت. فده بيعمل عندك حالة من الاحباط، حالة من ان انتي قليلة، مش هتنجحي، مش هتقدري توصلي للناس دي. فدايما فكري نفسك، كلمي نفسك بصوت عالي ان انتي تحديتي نفسك، تحديتي ظروفك، تحديتي كل حاجة حواليكي عشان تبدأي مشروعك وعشان تبقي افضل وتبقي احسن. ابتدي ان انا اركز على خطواتي، اركز على تطوري، اركز على النمو بتاعي، محطش توقعات عالية قوي بحيث ان انا موصلهاش. طموح مهم وحلو ان انا احط اهداف، حلو جدا، ولكن محطش توقعات بحيث ان التوقعات دي ترجعني لورا، ما تخلينيش اطلع لقدام. دي حاجة مهمة جدا. تاني حاجة ان انا ما اقعدش ان انا اقلل من نفسي واقلل من الخطوات اللي انا باخدها، واشوف دايما الناس التانية هي احسن مني، الناس اللي عملت مشاريع ونجحت دي احسن مني وانا قليلة. اغير المايند سيت بتاعي، اغير تفكيري عن نفسي، اشوف نفسي ان انا قوية، قدرت ان انا اتعلم، اشتغلت على نفسي ولسه بشتغل على نفسي، واخطط للتطور بتاعي بحيث ان انا كل فترة اكون احسن من الفترة اللي قبلها، كل فترة اكون بنمو وبتطور وبكون افضل، بتعلم حاجات جديدة، مش سايبة نفسي كده خلاص مجرد ما اتعلمت حاجة او حاجتين ووقفت، لا بتعلم. وفي اخر حاجة مهم جدا ان انا استمر. طول ما انا بستمر على شغلي وبعمل خطواتي، حتى لو خطوات بسيطة قوي ولكن مداومة عليها على طول، بعملها على طول، قليل دائم خير من كثير منقطع. طول ما انا شغالة ومستمرة، حتى لو بعمل ولو كل يوم بشتغل وقت بسيط قوي بس انا مستمرة عليه، لو بنمو كل يوم ولو وقت بسيط قوي وبتعلم حاجة جديدة بس انا مستمرة عليها، لو بطور في البراند بتاعي وبحاول ان انا احسنه واتعلم حاجات جديدة ولو وقت بسيط قوي بس انا مستمرة عليه، كل ده في النهاية هديكي حصيلة ان انتي بقيتي شخص ناجح، بقيتي شخص متطور، اتعرفتي، البراند بتاعك هينجح مع الوقت، لان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. طول ما انتي شغالة وبتطوري نفسك وبتتقني في شغلك وبتتقني في التعلم بتاعك، اكيد انتي هتفرقي، اكيد انتي هتبقي شخص مختلف، اكيد هتبقي شخص ناجح. ولكن محتاجة تغيري بس طريقة تفكيرك من طريقة سلبية لطريقة ايجابية، من ان انا شخص فاشل مش هقدر انجح ومش هقدر اعمل حاجة، لان انا شخص ناجح وانا قادرة ان انا انجح واكمل.